ازيكم عاملين ايه؟ مبدئيا كده قبل ما نتكلم في اي حاجة، بجد بجد الفيديو ده يستاهل منكم لايك جميل كده واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك بعد اذنكم، عشان بجد والله العظيم الفيديو ده بجد يستاهل. وما تنسوش كمان تعملوا اشتراك للقناة. هنعمل النهارده شوية قراقيش تستاهل بقكم، والشتا بقى والجوع بتاع بالليل بقى اللي هو ايه، جوع اخر الليل زي ما بيقولوا كده. هنعمل شوية قرقيش زي السكر، شايفين هشة ازاي؟ وشايفين ناعمة نعومة جميلة، بصوا النعومة حلوة قوي 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 وجميل وطعمه لذيذ جدا، وكمان هش وهش خالص زي الريشة كده. هنعمله مع بعض بكل سهولة، والمكونات هنشوفها مع بعض. احنا هنشتغل بالكيلو عشان الدنيا تبقى سهلة علينا. هنروح نجيب طلباتنا كلها بالكيلو عشان المقادير تطلع مظبوطة معانا. معانا هنا 2 كيلو من الدقيق، عليهم 2 باكت خميرة فورية، اللي هو الباكت اللي هو 11 جرام. ولو عندك الخميرة متوفرة في البيت هتحطي 20 جرام أو 22 جرام من الخميرة. ده سمسم محمص، هحط كام معلقة سمسم، هحط 6 معالق سمسم. لو حابة بقى تقللي الكمية تقدري ان انت تقسمي المقادير دي. حطيت معلقة ممسوحة من الملح، وهحط كمان 4 معالق من السكر. تمام كده، شايفين الوصفة سهلة ازاي والمقادير سهلة ازاي. هنقلب كده مع بعض، ونقلب كل المكونات الجافة ديت كلها مع بعضها. عايزة اقول لكم ان القريش دي لو اشتريتوها من بره بالجودة اللي احنا عاملينها دي يعني انا بقولك خادمينها بجد وحط لها المقادير المظبوطة. معانا هنا السمنة، معانا هنا حوالي 400 جرام سمنة. طبعا انا هحط هنا كيلو، هحط كيلو مواد دهنية. تمام، يعني المواد الدهنية نص كمية الدقيق. يعني معانا 2 كيلو من الدقيق هنحط كيلو مادة دهنية. لو أنا هعمل كيلو واحد من الدقيق هحط نص كيلو مادة دهنية. سمنة على زيت، بس يا ريت السمنة تكون هي الأكتر. طبعا احنا قلبنا كويس جدا، شايفين الخلطبيطة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا شو هتعجنها هتقولي يا نهار أبيض دي باظت مني وكلها سمنة. لا خالص خالص، لسه الدقيق طبعا ما شربش السوائل كويس. تمام، اول حاجه احنا معانا هنا كوبايتين كبار من الدقيق. وبعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنقلب، مش هنعجن، هيدوبك هنقلب بس هنشرب اللبن كده في قلب العجينه. بصوا شربتها في ثواني. طبعا كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. انا هنا حطيت كوبايتين او نص كيلو من اللبن، هو بالظبط كده نص كيلو لبن، بما يعادل كوبايتين كبار من اللبن. تمام، طبعا العجينة كده لسه محتاجة مادة سايلة بتشقق مني. طبعا بتعمليها بكوريها في ايدك كده وتتكي عليها بصباعك. لو لقيتها بتشقق اعرفي ان هي لسه محتاجة مية. ما تحطيش سمنة، احنا خلاص احنا حطينا المقادير بتاعتنا مظبوطة، في المادة الدهنية مظبوطة كده، مش هنزود سمنة خالص. احنا احتاجنا هنزود لبن. عايزة تزودي لبن تاني زودي، عايزة تزودي مية زي ما انا عملت كده زودي، بس يكون اللبن دافي والمية تكون دافية مش سخنة خالص. طبعا انا يعني أنا مش عارفة اكور كويس، انا اختبرتها لقيتها كويسة جدا كده خلاص. انا مش عارفة اكورها بايدي عشان كنت ماسكة التليفون بالايد التانية. فكده خلاص مش محتاجة اي مية ولا اي حاجة. هغطيها كده بكيس بلاستيك او الستريتش ده لمدة ربع ساعة. احنا مش هنسيبها تخمر خالص، هسيبها لمدة ربع ساعة وابتدي ان انا اشتغل فيها. تمام كده، هاخد منها بقى كده قطعة. اشتغلي بقى قطعة كده براحتك خالص وما تستعجليش. حب تعملي كيلو 2 كيلو تعملي 5 كيلو براحتك خالص. هاجي هنا بقى على الترابيزة اللي انا بعجن عليها او هفرد عليها. هاخد كده قطعة من العجين، احنا مش محتاجين نشابة ولا اي حاجة نفرد بيها. احنا هنفرد بايدينا لان عجينة طرية جدا جدا، مش زي العجينة بتاعت البيتزا والحاجات اللي هي بتمط دي. لا خالص، دي بتتفرد معاكي بكل سهولة جدا. هنفردها كده بحوالي بمقدار نص سنتي. عايزين المقدار بتاعها حوالي نص سنتي عشان هي طبعا لسه لما تدخل الفرن وكده هتعلى معايا. طبعا انا مولعه الفرن قبل ما اشتغل كده، مولعه الفرن على درجه حراره 200 يسخن، على ما اجهز نفسي بقى كده واقطع بقى ايه كده براحتي يكون الفرن سخن. هقطع كده اشيل بقى ايه عشان بس شكل القرقش تبقى شكلها حلو كده.
بتبقى زي بتاعة الأفران كمان وأحلى. هاشيل بقى كل الزوايد دي، طبعًا مش هتترمي، هنشيلها تاني مع العجين وهنشتغل بيها مرة تانية. وابتدي بقى كده إن أنا أقطّع العجين كده، يعني حتّة بقى التقطيعة دي بقى ترجع لِك أنتِ، حابة تقطّعي بسكينة، حابة تقطّعي بقطّاعة زي كده، حابة تقطّعي كبير، حابة تقطّعي صغير، دي بقى ترجع لِك أنتِ براحتك خالص. هاقطّع كده بالشكل ده وكده صوابع كده، رسمة القراقيش، وهابتدي بقى إن أنا أرصّها في الصاج، وهاستنى عليها حوالي ربع ساعة قبل ما أدخّلها الفرن. ترتاح شوية، وبعد كده هي بتخش الفرن بقى كده بتعلى كمان شوية، بتبقى مضبوطة جدًا وحلوة جدًا. أنا كده رصيتهم في قلب الصاج بالشكل ده كده، هاسيبها ربع ساعة وبعد كده هادخّلها الفرن. لو عندِك مروحة في الفرن شغّلي المروحة، لو ما عندكيش هتاخد لون من تحت، شغّلي عليها الشواية من فوق تاخد اللون الدهبي. طبعًا أنا قطّعت بقى بقية العجينة كلّها على الترابيزة، عشان لمّا الصاجان الصاج اللي هيخرج من الفرن هافضّيه وآخد غيره، واحط غيره على طول يبقى جاهز. شايفين القرقيش بقى زي الفل إزاي؟ بُصّوا هايشة إزاي ومستوية. عايزة أقول لكم ريحتها تحفة جدًا وطعمها كان جميل جدًا، جدًا، جدًا. بجد تستاهل بُقكم. يا رب، يا رب، يا رب كده يطرح فيكم البركة كده وتعملوا لي لايك